اسهل واسرع حاجة حلوة ممكن تعمليها وبجد تحفة، ومكوناتها ان شاء الله عندك في البيت. تعالوا نعمل مع بعض كيكة كده بطريقة سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكم سفنجية زي ما انتم شايفين كده، وان شاء الله كل مكوناتها في البيت. انا هنا جبت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، يعني مطلعاهم من التلاجة قبلها بشوية. خلاص، هحطهم كده في الخلاط وعليهم كيسين من الفانيليا وكوباية من السكر، ونضرب بقى الكلام ده حلو قوي لغاية اما السكر يختفي معانا واللون يفتح كده شوية. خلاص، هنزل بمعلقة كبيرة من الخل كده، بتدي هشاشة وطراوة للكيكة فظيعة، اوعى حد يتخطى معلقة الخل. خلاص، هننزل بقى بربع كوباية زيت او سمنة او زبدة اللي يعجبك اعمليه، وكوباية لبن دافية. هنا اللبن لازم يبقى دافي، خدوا بالكم من التركات دي. خلاص، هجيب بقى كوباية من الدقيق الذرة وكوباية من الدقيق العادي وكيس بيكنج باودر ورشة ملح، ونقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي. نعمل مع بعض احلى كيكة دقيق ذرة ممكن تدوقها في حياتكم. وننزل بقى كده بالخليط اللي في الخلاط ونقلب كده لغاية اما ناخد قوام كيكة، يبقى كوباية دقيق ذرة وكوباية دقيق عادي وكيس بيكنج باودر ورشة ملح. خلاص، ونجيب بقى صينية كده وندهنها حلو قوي، ونحط بقى في الفرن. طبعا احنا قبل ما نخش نشتغل في الكيكة بنظبط الفرن على درجة حرارة 180، عقبال ما نخلص الكيكة يكون الفرن حقق درجة الحرارة دي تركاية مهمة جدا عشان تنجح معاكي الكيكة. خلاص، سبتها حوالي من 35 ل40 دقيقة واختبرتها بالخلة زي ما انتوا شفتوا كده، استوت معانا. هسيبها تهدى وبعدين هنقلبها بقى. بصوا السوا والطراوة والطعم خطير بجد، طريقة سهلة وبسيطة وتحفة، لازم تجربوها. وبس كده، اعملوا بقى كوباية شاي